قبل رمضان لقيت اعلان غريب جدا على الفيسبوك، خير اللهم اجعله خير. شركة تعرض منتج بالتقسيط، بس الغريب ان المنتج ده الكنافة. والله زي ما سمعتوا كده هيقسطوا الكنافة علشان رمضان، علشان كده سموها المتقسطة. والشركة حددت اخر ميعاد لطلبها يوم 21 مارس عشان توصل اول يوم رمضان، والدفع على 3 شهور بدون مقدم وبدون فوائد. ولقيت بقى شوية تعليقات، انما ايه، اورجانيك، زي اللي بتسأل هل في رسوم كنافية، أو اللي يقولك زمان كان عندنا كنافة بالقشطة، النهاردة عندنا كنافة بالقسط. بس بعد شوية جه في بالي سؤال، هو ليه أصلا الكنافة مرتبطة برمضان رغم إنها موجودة طول السنة؟ أما صحيح عجايب فعلا. ولما دورت وبحثت لقيت إن الموضوع ليه تاريخ بيرجع لمئات السنين، لدرجة إن الكنافة والقطايف اتكتب فيهم كتب وأشعار، يا بختهم. فمثلا اتكتب كتاب منهل اللطائف في الكنافة والقطايف. والحكاية بدأت أيام ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام، وفي شهر رمضان كان بيحس بجوع جامد، فطلب من الطبيب بتاعه إن يشوف له حل. فوصف له الطبيب إن ياكل النشويات والسكريات عشان تسد جوعه، فاخترع له الكنافة وبقى ياكلها كل يوم على السحور. ومن هنا بقى اتعرفت الكنافة بكنافة معاوية. وبرغم كده تفضل القصة غير مؤكدة، لكن المؤكد ان مفيش احلى من حتة كنافة مع كوباية شاي بعد الفطار. ولو عجبتكم الحلقة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتبعتوها لكل اصحابكم عشان يعرفوا حكاية الكنافة. وكل سنة وانتم طيبين. وشروق في ايه؟